السوداني يأمر بإلغاء أو تقليل المبالغ المستقطعة من رواتب الرعاية الاجتماعية. حياكم الله متابعينا. قبل ما ندخل بتفاصيل هذا الفيديو، احنا عندنا قناة على التليجرام وصفحة على الفيسبوك دائما ننشر بيها آخر الأخبار العاجلة والحصرية. رابط القناة والصفحة راح يكون بأول تعليق. أما إذا أنت تتابعنا من خلال صفحة الفيسبوك فرابط قناتنا اليوتيوب راح يكون بأعلى الصفحة. وهسه خلينا ندخل بتفاصيل هذا الفيديو. قدامنا حاليا الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ومثل ما تشوفون هذه الصفحة موثقة بالعلامة الزرقاء، يعني صفحة رسمية تابعة للحكومة العراقية. هذه الصفحة البارحة بالليل وتحديدا بالساعة تقريبا 12 أو 11 بالليل نشرت بيان، لكن بما أنه الوقت متأخر أجلنا نشر الخبر لليوم. مثل ما تشوفون كل هذا البيان اللي قدامكم هو ملخص اجتماع بين السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي وعدد من المصارف العراقية. اللي يهمنا من هذا الكلام كله المنشور هو الآتي. خلينا نقرأ لكم نص هذا الكلام. كما جرت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيرا على المبالغ التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة للعقود المبرمة سابقا بين المصارف وهذه الشركات، وما فيها من غبن واضح للمواطن. يعني داخل هذا الاجتماع تمت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني اللي هي المسؤولة عن الاستقطاعات من رواتب الموظفين، اللي هي دائما ما تستقطع 3000 أو 4000 أو حتى 5000 حسب قيمة الراتب. وطبعا هذا الاستقطاع هو مو بكيفهم، وإنما أكو هناك عقود مبرمة بين المصارف وهذه الشركات. خلال هذا الاجتماع ناقشوا هذه العقود ووضحوا أن هناك أكو غبن وبها ظلم للطبقات الفقيرة اللي هم الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين أو حتى الموظفين. لذلك وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني، والبالغ عددها نحو 16 شركة، والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات وبكلفة أقل. يعني راح يلغون العقود القديمة ويسوون عقود جديدة ويتيحون فرصة للمنافسة أكثر بين هذه الشركات، لأن كل ما كثرت الشركات فراح يكون المبالغ المستقطعة من رواتب الرعاية الاجتماعية أو المتقاعدين أو الموظفين تكون المبالغ المستقطعة أقل. كذلك وجه سيادته بمتابعة عمل اللجان التي شكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المستفيدين عند أي عملية سحب أو خدمة، وتقرر خضوع جميع الشركات الدفع الإلكتروني المختصة بتوطين رواتب الموظفين والمستفيدين للمتابعة والمنافسة. يعني إن شاء الله نتأمل خير خلال الفترة القادمة ويتم تقليل المبالغ اللي يتم استقطاعها من رواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والموظفين، وتكون المبالغ المستقطعة هي مبالغ رمزية وما يكون أي ظلم لهذه الطبقات الفقيرة. بنهاية هذا الفيديو إذا عندكم أي استفسار أو شيء ما واضح اكتبوا لنا بالتعليقات ونحاول نجاوب على أكبر عدد ممكن. شكرا لمتابعتكم لنا، شكرا لحسن استماعكم. نلتقيكم بفيديو ثاني وخبر مهم ثاني.